السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال يا رب. قبل ما نبدأ الفيديو اذكروا الله وصلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يوم جديد من دورة البط بتاعنا. طبعا اللي قدام حضراتكم دول بيور او بغال، في ناس بتقول بيور وناس بتقول بغال، مولر قصدي او بغال. والابيض ده بيور، اللي فيها علامه سمراء ده البغال يا جماعه او المولر. معلش انا اتلخبطت. ما شاء الله انتوا شايفين البط، الحمد لله رب العالمين جاي كويس. طبعا هو عاشق الخضره، البط ده بيعشق الخضره. انا بحاول الم له شويه خضره كده كل يوم واحطهم له. ويا سلام بقى على البصل الاخضر وجمال. حط لهم بصل اخضر على قد ما تقدري، من الحاجات اللي بترفع المناعة وبتفتح الشهية. طبعا احنا بنجيب البصل وبنحط العيدان، يعني مش بنشتري له بصل مخصوص. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا احنا عاوزين نذبح البط ده بقى على عمر شهرين، فعاوزين البط البيور يا جماعة. البط البيور عاوزين نذبحه على عمر شهرين، فعاوزين نسمنه بقى كده ونخليه يجيب معانا وزن حلو. لكن البط المولر بصراحة ما يتذبحش الا عمر 3 شهور. طب هنعمل ايه النهارده للبط بتاعنا؟ بس يا رعد، بس يا رعد، عاوز يدخل للبط. كلب عاوز يدخل في وسط البط يلعب مع البط. انا قافله عليه وسايباه بره. هنعمل خلطه، يعني خلطه الاوزان الجباره او خلطه تسمين جباره، هتخلي البط بتاعك ده بحجم الخروف. بط البيور المولر، البط المولر لو جاب وزنه صح بيعدي 7 كيلو، البيور 5 كيلو. ده الأوزان الصح. برضو لو وصل 4 كيلو البيور برضو مش وحش. لكن البغال يا جماعة يعني حرام انه يقل عن 7 كيلو. شايفين البطة ما كملتش شهرين عاملة ازاي؟ شايفين اللي بتاكل ورقة الكرنب دي حجمها عامل ازاي؟ بصوا لجناحها لسه ما طلعش فيه ريش. ما شاء الله البط ده اللي هو البغال او المولر المحلي ما شاء الله لو اتربى صح يجيب لك ال7 كيلو. لكن اللي هو المستورد ابو عين حمراء اوزانه بتعدي. بس ده اطعم، من رايي ان المحلي اطعم من المستورد. طبعا احنا بنخلط للبط ده من عمر اسبوع، والله انا بخلط له من عمر اسبوع. معوده بط ده ياكل كل حاجه ممكن تتخيليها، مع مراعاة انني لازم اظبط خلطة التسمين تبقى كاملة من كل العناصر الغذائية علشان النمو والتحويل، والبط ما يحصلش عنده تساقط ريش، افتراس، ريشه يقع مننا. يبقى دي اكبر غلطة ممكن تعمليها للبط. ما شاء الله خلاص انا قربت خالص اهو تذبح من البط بتاعنا اللي هو الابيض ده. ان شاء الله قربت، يعني كلها حاجات بسيطه 10 ايام ولا حاجه وابتدي اذبح منه. بس انا بحبه يستوي شويه، وكل ما بيكبر ويستوي الدهون بتاعته بتقل مش بيخف. الناس بتقول لي ده ساعه ما بيكبر بيخف، لا هو الدهون بتاعته اللي بتقل، لكن اللحم الاحمر بيفضل زي ما هو. بيبتدي يعني يحول الدهون للحم، فبيبتدي يخف شويه وبعدين يبتدي ايه يجيب وزن حلو. صلى على النبي بقى كده وحط لي لايك بايديك الحلوه، ويا رب اشوفك عند النبي يلي تصلي على النبي وتحط لي لايك ولايك بايديك الحلوه وتشتركي في القناه لو انت اول مره تنوريني. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نحضر الخلطه. معانا نص كيلو عيش اهو، هنعمله نكسره بس بايدينا كده. بلاش العيش المبلول، باكد تاني كل فيديو بقول لكم بلاش العيش المبلول. العيش المبلول بيربي ديدان. يبقى نص كيلو عيش، هنحط عليه نص كيلو من حته الفول اهو، ونص كيلو من ايه من الرده. طبعا الرده خفيفه هنحط 2، هما الاتنين يا دوبك نص كيلو. هنحط من كل نوع نص كيلو. معانا ايه كمان؟ معانا الذرة الصفراء نص كيلو اهو. كمان معانا المكون الخطير
اللي بيخلي البط عامل زي العجول، لانه اصلا هو تسمين العجول. الكزبره يا جماعه، في ممكن تبليه وممكن تحط كده وايه ويبوش مع العلف. نص كيلو كزب هو اساسا بتاع العجول، هنحط نص كيلو برضو من الكزب اساسا لتسمين العجول مش للبط. انت هتروحي تجيبيه من عند العلاف تمنه 18 جنيه، بس سأل عليه كتير قوي قوي. يبقى كده دول 5 مكونات من كل نوع نص كيلو. طب هنحط ايه بقى كمان عشان الوصفة تكمل معانا؟ اول حاجة معلقة من الحلب، معلقة حلبة يا جماعة، حلبة حصى، حطها كده مع العلف. يعني ما شاء الله من الحاجات اللي بترفع الوزن جدا. طب ومعانا ايه كمان؟ بس هنحط معلقة برضو خميرة فورية، معلقة كفاية اوي اهي، هحطها على الحلبة عشان تبان. طب لسه ايه كمان؟ اخر مكون واهم مكون للخلطة بتاعتنا اللي هو زيت الطعام. اهو شايفين اهو، نحط كده اهو، ده زيت طعام اهو، معلقتين 3 كده حلوين. زيت آلية من اللي احنا فايضين مننا، ما نرموهوش، نحطه على العلف. نص كيلو كزب، نص كيلو عيش، نص كيلو ردة، نص كيلو ذرة، نص كيلو كسر فول، معلقة كبيرة من الحلبة، معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، معلقتين 3 كبار زيت طعام. خلطة هتخلي البط بتاعك يشيل أوزان جبارة ويبقى لحم أحمر زي لحمة الجزار بالظبط. طبعا لازم نخلط الحاجات دي كلها بشوية مية. هنبتدي نحط ميه على علف يا جماعه علشان كل حاجه ناشفه، علشان خاطر الكوز بيبوش والعيش يبوش اهو. هنقلب بقى كل الخلطه الحلوه الجميله دي كده مع بعض، وتفرجي على الحلاوه وتفرجي على تحويل البط واوزان البط ولحمه البط المسكره. الحته الفول لوحده يعني سحر كده، حته الفول يا جماعه سحر في رفع الوزن. خلطة جميلة قوي 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 قوي، ما تخليهاش مية، يعني خليها معقول، لا تبقى مية قوي ولا ناشفة قوي عشان ما يبعترهاش. بسم الله ما شاء الله. البط الشهية بتاعته مفتوحة. الناس اللي بتسألني بقى على الوجبات، أنا بعمل وجبتين 2 في اليوم، وجبة الصبح بدري ووجبة آخر النهار. أنا الوقت آخر النهار، احنا كده داخلين على المغرب. الوجبة ديت هيباتوا عليها. طبعا ما بيباتوش هنا يا جماعة، بأكد تاني ما بيباتوش هنا عشان بتقولوا لي البلاط هيعجزوا. أنا بدخله في مكان ما فيش البلاط ده، متغطي خالص ودفى وكن وبقيد له كمان النور، عشان طبعا ما يتكسحش مني ويتعب مني وتعب كله يروح على الفاضي. خلاص ما شاء الله قربنا على النهاية، وقربنا ان احنا ناخد نتيجة تعبنا الحمد لله رب العالمين. بس انا زي ما قلت لكم، يعني انا لو عاوز اذبح والله اذبح من الوقت. ما شاء الله البط جاب وزن حلو والشكل باين قدامكم اهو من غير اي كلام. بس انا عايزه اخد لحم احمر مستوي اكتر، فبكتر بقى من الخلطه اللي انا عاملاها دي. المكونات بتاعه الخلطه كلها من كل نوع نص كيلو دي اعملها كل يوم. اما الاضافات اللي هي الحلبة والخميرة والزيت كفاية عليهم 2 2 في الأسبوع، علشان برضو ما يحصلش عندهم إسهالات. ومرة كمان تعمل لهم شيح في نص الأسبوع، ومرة تحط لهم صدف، ومرة تحط لهم أملاح معدنية. يبقى أنت كده ظبطت الدنيا طول الأسبوع للبط بتاعك عشان ما يحصلش عنده أي مشاكل والدورة تتم معاك على خير. اللهم بارك يا رب. البط متربي من عمر اسبوع يا جماعة على الخلطات والاضافات على العلف. والله والله من عمر 7 ايام ببتدي احط له يا دقيق ذرة يا رد على شوية العلف. عمر 10 ايام
بدأت احط له العيش. بط ده بياكل من عمر 10 ايام عيش على العلف. اي نعم انا لسه منع العلف لسه قريب خالص، يعني من يومين 3 بس. ركزت على كسر الفول. عندك مش لاقيه كسر الفول، هات الفول الصويا نص كيلو مع الخلطه. وركزت على الكزب. الكزب في تركيزه 15%، بروتينه 15%، الفول حاجه و30%. يبقى كده انا اديتهم برضو البروتين الكافي اللي يخلي التحويل ويخلي الوزن وما يخليش البط يحصل عنده افتراس ولا تساقط ريش. البط لو اتحرم من البروتين واتحرم من التغذية السليمة، اول حاجة هتحصل عنده هياكل في بعضه، وبعدين ريشه ده يقع منك خالص وممكن يتكسح ويعجز منك. فلازم تظبط الخلطه صح للبط. هو المفروض شايفين شكله عامل ازاي، اول مره يبقى شكله كده لان الجو برد والمفروض ان هو يستحمى، بس هو ايه، خايف زي ما يكون خايف من الميه. والله بجد مش عارفه، من امبارح خايف يستحمى لان درجه الحراره منخفضه والجو برد جدا. يلا بقى، انت لسه قاعده وما حطيتليش لايك ولا اشتركت في القناه؟ يلا بقى حط لاختك لايك حلو كده واشتركي في القناه لو انت اول مره تنوريني. ويا رب اشوفك السنه دي عندك نبي وعندك كعبه. يلا تصلي على النبي في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.